محور آخر. نعم. الفن. تكلمنا في السياحة ولا بد أن نتكلم عن الفن؟ والله أنا يعني طبعا هم يحملون حملا شديدا على من يتكلمون في أمر الموسيقى اللي هي المعازف. نعم. وأنا أقول المعازف وقع فيها الاختلاف بين أهل العلم، لابد أن نعترف بهذا. ومن أراد أن يراجع فليراجع نيل الأوطار للشوكاني، وكذلك ليراجع الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني. أورد مبحثا طويلا يبين فيه أن ناسا من السلف سواء كانوا من المتقدمين أو من المتأخرين كانوا يقولون بجواز السماع للمعازف. نعم. لكن الأئمة الأربعة على تحريمها. أردت من هذا أن أصل إلى ماذا؟ إلى أنه إن ثبت الدليل، والدليل قد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. نعم. فالعلماء استنبطوا التحريم من ثلاثة أمور. الأول قوله عليه الصلاة والسلام يستحلون. نعم صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه أورد المعازف مقترنة بشرب الخمر وبالزنا والعياذ بالله. الحر اللي هو الزنا الفرج. نعم. ثالثا أنه توعدهم بخسف ومسخ في بقية الحديث، لكن لا أريد الإطالة ولا أذكر بقية الحديث. نعم. لكن ستظل المسألة خلافية. نعم. والشوكاني بعد أن أورد هذا البحث قال: أنا لا أحب المعازف وما جلست في مجلس لها أبدا، لكنني أردت أن أبين للذين يحرمونها أن الخلاف قد وقع في ذلك، عشان بس تنضبط الأمور. أي. المسألة ما تاخدش رتبة غير رتبتها. فخلاص اللي عايز يعمل معازف يعمل معازف إن كان يعتقد يحلها. لكن نحن لن ننتقل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد يعني ذكر أن الذي يعرض عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام قد يضرب الله قلبه عز وجل بالنفاق والعياذ بالله. وروى البيهقي في المعرفة بالإسناد الصحيح عن الشافعي رضي الله عنه قال: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجوز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. أنا كنت مع الموسيقى الخفيفة وبتاع وكلام هذا القبيل، كنت أشغلها وأنا الحمد لله. فعايز أقول لحضرتك إن دي مسألة ما دام وقع فيها الاختلاف، عايز تعملها اعملها، لكن صن أذني عنها. ده حكم المسائل الاختلافية. لا تفرض رأيك علي.